سلام، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة مع فيديو جديد. اليوم غادي نحضروا صابلي بريستيج، حلوة غاية في الرقي والذوق، كتجمع ما بين المذاق الغني ديال الشوكولا والنكهة كذلك المميزة ديال الكاوكاو. الشكل ديالها جذاب وكأنه من يد محترفين، المذاق ديالها كذلك كفيل يخلي أي ضيف حطيتيها له ينبهر بها. والأحسن من هادشي كامل هو أن الطريقة جد بسيطة، ما تحتاجوش مكونات معقدة باش تصايبوها، غير أسرار بسيطة وصغيرة غادي نكشفها لكم باش تضمنوا نتيجة مثالية من أول تجربة. بقاو مع المقادير ونرجعوا لمعرفة طريقة التحضير. وبسم الله توكلت على الله. اول حاجه كنديرو هنا كناخذوا الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه، ثم كنضيفوا ليها السكر سنيده والزيت. الزيت ضروري يكون مكتوب فيه زيت المائده اولا الطعام، ما يكونش مكتوب فيه زيت القلي باش ما يجيناش الحلوه ديالنا ناشفه. من بعد كنضيفوا البيضه الكامله طبعا، يعني الصفر والبياض. ثم من بعد غادي نضيفوا قبصه ملح لتصحيح الذوق، يمكنكم انكم تخطاو هذه الخطوه هذه. ثم غادي نضيفوا ملعقتين ديال البودره ديال الفانيليا، اللي عنده السائله بامكانه يضيف ملعقه صغيره. كنضيفوا الخميره الكيماويه، ثم كنخليو الخليط يتخدم مزيان باش ينسجموا جميع المكونات مع بعضياتهم. بالنسبه لهذا النوع الزبده اللي استعملتها راه كتجي رائعه جدا، فيما كنستعملها في شي حلوه ولا في شي صابلي كتعطيني داك النتيجه ديال الحلويات ايام زمان. اللي بغاني نعطيه الاسم ديالها يخلي ليا واحد الكومونتير اولا يصيفط ليا ميساج بريفي على تيك توك اولا على الانستغرام، راه غادي نخلي الروابط ديالهم في صندوق الوصف. هنا بعد ما كمل الخليط تخلط مزيان غادي نبدا في اضافه الدقيق، طبعا بعد ما كنخلوه وكندوزوه في الباسوار. وملاحظة بالنسبة للدقيق الخاص بالحلويات اللي كتستعملوه، راه بإمكانه يكون مختلف على الدقيق اللي استعملته أنا في هذا الفيديو. كل نسبة تاع دقيق مستخدمة في حلوى معينة كتعتمد على نوعية الدقيق اللي استعملناه. يعني بإمكانكم أنكم تستعملوا دقيق كيشرب سوائل أكثر أو لا أقل. إذا ملي نوصلوا لواحد العدد معين تاع الوزن بداو نضيفوه غير بالعقل، لأنه ممكن أنكم تحتاجوا دقيق أقل من اللي استعملته أو أكثر من اللي استعملت، يعني عندكم ميزانكم. المهم كنتيجه خص تخرج لكم العجينه بنفس هاد القوام اللي خرج ليا انا، يعني ما قاصحه ما خفيفه. وبالنسبه للعجين ديال الصابلي راه ما كتدلكش، صافي غير كنحاولوا اننا نجمعوها، كنخليوها ترتاح واحد 10 دقائق بعد ما كنغطيوها بكيس بلاستيكي غذائي. ثم مباشره من بعد ما كدوز هذيك العشر دقائق كنبداو في اننا كنفردوها كما كتلاحظوا فوق واحد السطح ديال العمل مرشوش بشويه ديال الدقيق، ماشي بزاف باش ما تقصحش لينا ملي نحاولوا اعاده الفرد ديالها من بعد. كنبقاو غادي نبدل لك غير بشويه باش اننا نسويو السطح يكون بنفس الارتفاع. ثم كناخذوا هذا النوع ديال المرشم اللي كيكون على شكل مربع، كنستعملوا هذاك الوجه اللي فيه سنينات ماشي السامبل، وكنبداو كنرشمو بلا ما نضيعوه في العجينه. يعني كنحاولوا اننا دوك المربعات نقربوهم من بعضياتهم اللي كنكونوا كنرشموهم. وبالنسبه للاختيار ديال الحجم ديال المربعات راه اكيد كتاخذوا الموتيف اللي غادي تستعملوه ديال الشوكولا وكتقيسوه مع هذا المرشم هذا، وخص ضروري يكون قدو، يعني ما تستعملوش كبر منه. ثم كندوزو مباشره كناخذوا هذوك الصابليات ديالنا كنوضعوهم فوق طاوه تكون مفرشه بورق ديال الطهي. نحاولوا اننا ما نديفورميوش هذوك الصابليات اللي استعملناهم، يعني بشويه كنتعاملوا مع الصابلي، خصوصا الا كنتو من النوعيه اللي كتبغيو الصابلي يكون رقيق كنتعاملوا معاه بشويه. وبعد ما كنكملوا جميع الصابليات كندخلوهم الفران يكون مسخن من قبل على درجه حراره خفيفه بزاف، يكون شاعل من التحت ومن الفوق وعلى نار مهيله بزاف. صافي كنخليوه يطيب على خاطرو، وكندوزو اننا كندوبو الشوكولا ديالنا على حمام مريم. ثم كندوزو اننا كنعمرو هذاك الموتيف ديالنا على شكل نصف مربع. هنا عندكم اختيار الا كان الشوكولا حلو بزاف انكم تزيدوا له واحد شويه ديال الكاكاو مر
معلقه كبيره ولا أو 2 معالق على حسب الكميه اللي نتوما ذوبتوها. وملي كنساليو كنوضعوه في الفريغو، ملي كيجمد تماما كنزولو هذوك الشوكولاتات اللي كيكونوا جمدوا وكنوليو نعمروه من جديد. وملي كنساليو الكميه كامله اللي غادي نحتاجوها، طبعا كنكونوا حاسبين الصابليات وكنديروا عدد الشوكولاته بنفس عدد الصابلي اللي صايبناه. كناخذوا هنا هذاك البودغ ديال داك اللون الذهبي، كنلبسوا واحد ليكا وكنبداو اننا كندوزو هذاك الاصبع ديالنا اللي كنكونوا درنا فيه اللون الذهبي على هذيك الشوكولا. نحاولوا اننا ما ندوزوش البانسو، لان الا استعملنا البانسو راه الشوكولا كلها كتذهب. حنا هنا محتاجين اننا ندوبوا غير الحواف باش يبقى داك اللون الاسود تا هو متداخل مع اللون الذهبي. هنا بعد ما طابو الصابلي كما كتلاحظوا اللون جا موحد وطابو غزالين بزاف. راه كما كنقول لكم من اسباب النجاح ديال هاد الصابلي هو نوعيه الزبده اللي كنستعملوها. هنا كنت سخنت واحد المعلقه كبيره ديال الجليكوز مع 2 معالق ديال الناباج حتى دابو تماما وانسجموا. خليتهم شويه دفاو، لان ملي كتكون يلاه سخنتيهم كيكونوا جارين بزاف، ما غاديش يلصق لينا الكاوكاو فيهم، وكذلك يقدروا يذوبوا لنا الشوكولا، يعني كنخليهم ضروري حتى كيدفاو. ثم كنلصقوا في نصف مربع، كنلصقوا فيه الشوكولا والنصف الاخر كنوضعوا فيه الكاوكاو. كما كتلاحظوا كتجي رائعه. صابلي بريستيج سهل بمكونات جد بسيطه كتعطينا نتيجه ملكيه. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون نال الرضا ديالكم والاستحسان ديالكم. تسناوني في فيديوهات قادمه غادي يعجبكم الوصفات ان شاء الله اللي غادي ندير مستقبلا. كنتمنى كذلك الناس اللي هذه اول زياره لهم ما ينساوش يديروا جيم وضغطوا على زر اشتراك مع تفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. ودمتم بود.